الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا جدا. هنعمل مع بعض كيكة الكنافة. كيكة خطيرة جدا جدا، ومكوناتها بسيطة وطعمها لا يعلى عليه. فخليكم معايا لنهاية الفيديو، هتشوفوا حاجات وتكات هتعملوها، هيطلع معاكم كيكة في منتهى الحلاوة ومنتهى الطعامة. يلا بينا نبتدي الوصفة. في بولة هنحط 3 بيضات، هنحط عليهم كوباية إلا ربع سكر، وهنحط عليهم 2 باكت فانيليا، ونبتدي نضربهم لحد ما نحاول ندوب السكر ويتغير اللون بتاع البيض. بعدين بعد ما بندوبهم كده بنروح نجيب كوباية لبن، كده تغير اللون بتاع البيض بقى اللون الأبيض، عشان يدخل هواء فيها كتير وتدينا كيكة نافشة وهشة وطرية ومرتفعة. أهم حاجة الضرب بتاع البيض، لأن احنا دي مش هنضربه، هنبتدي نقلبه بس. نروح نجيب كوباية سمنة على زيت ونحطها، ونجيب كوباية لبن، ونضربهم مع بعض لحد ما يتجانسوا مع بعض كل المكونات اللي احنا حطيناها. وكده بندخل أكبر كمية هواء من داخل البيض، من داخل المواد السائلة اللي احنا عملناها. بعدين بنروح بقى نشيل المضرب ونجيب الدقيق بتاعنا، نحط كوباية وننخلها، ونحط الكوباية التانية وننخلها، ونحط الكوباية التالتة وننخلها. كل بيضة قصادها كوباية دقيق. ده بنجيب باكو كيك شيف وننخله برضو معاهم. وبعدين بنجيب ذرة ملح ونحطها، ذرة الملح عشان تعادل الطعم بتاعنا، اهي ذرة الملح. وبعد كده نجيب المعلقة بتاعتنا ونبتدي نقلب في اتجاه واحد لحد ما نستعملش المضرب مرة تانية، ونضرب فيها كده نلفها لحد ما يختلط الدقيق وما يبقاش معانا اي نوع تكتلات من الدقيق. اهو زي ما انتوا شايفين كده بقى تمام معانا. نركن بقى الخليط ده ونجيب الصينية بتاعتنا ندهنها زيت او اي مادة دهنية، سواء زبدة او سمنة، ندهنها كده
وبعد كده نجيب الكنافة معانا اللي باقية ونبتدي نرشها من تحت. نعمل طبقة بس مش طبقة تخينة، نغطي الأرضية كلها بالكنافة كده. وبعد كده نجيب الخليط اللي احنا عملناه وننزله عليه، ننزل الخليط بالطريقة دي ونملأ الصينية بتاعتنا. وكل مكان فاضي نحط فيه الخليط بتاعنا. نبتدي بعدين نجيب الكنافة بتاعتنا ونرشها من فوق. نرشها من فوق كده وندخلها على فرن درجة حرارة 180 درجة، وعلى ما تستوي نعمل بقى الحليب المكثف بتاعنا اللي بنحطه عليها. 3 معالق لبن بودرة، وهنحط عليهم نص أو 3/4 كوباية زبدة، وهنحط عليهم 3/4 كوباية سكر، وهنحط عليهم 3/4 كوباية لبن. ونبتدي بالهاند بلندر نضربهم وننعمهم ونخلطهم كلهم مع بعض لحد ما يدينا خليط متجانس تخين. ناخده بقى نحطه في كوبايات وندخله الفريزر عشان يتلج معانا على ما تطلع الكيكة. كده طلعت معانا الكيكة، ولازم تكون صفرة شوية، ما تكونش محمرة، يعني ما تفتحيش الشواية عليها. نبتدي ندلق الخليط عليها كده، ونسيبها تبرد لمدة شوية كده وهي سخنة. بندلق الحاجة دي عليها وهي سخنة، وبعد شوية نحطها في التلاجة. بعد ما تبرد نحطها في التلاجة وتطلع معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. نبتدي نقطعها بقى تقطعيها بالطريقة اللي انتي بتحبيها، سواء بالطول او بالعرض. كده قطعناها، هناخد منها بقى قطعة ونشوف وندوق الحلاوة عاملة ازاي. الله 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 الله، طعمها جميل. اللهم صل على النبي، بالهنا والشفا. طعمها خطير خطير خطير. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.